اهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات القريبة أوي على قلبي، حلقة توقعات المباراة. طبعا احنا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا بنتكلم في التوقعات بتاعة المباراة، مش بنقول الاهلي هيفوز على الزمالك 2-0 او 2-1 او العكس ان الزمالك هيفوز على الاهلي 2-1 او 2-0 او 3-0 او ايا كان. لا، احنا بنطلع قبل كل مباراة بنتوقع سيناريو المباراة، واللي بيشوف الحلقة بتاعتنا وبيتفرج على المباراة كأن المباراة في اللايف بتكون إعادة بالظبط، لأن احنا بنتكلم على استعدادات الفريقين، استعدادات المدير الفني لكل فريق، استعدادات اللعيبة والجمهور، وأهمية المباراة لكل فريق، وكل فريق حالته الذهنية عاملة ازاي وحالته البدنية عاملة ازاي وعايز ايه من المباراة. علشان كده توقعاتنا كلها بتحصل بنسبة 99%، ونتمنى ان التوقعات اللي هنقولها لمباراة الاهلي والزمالك تتحقق لصالح نادي الزمالك. اللي اول مرة يشوفنا، انا يوسف العربي، بقدم محتوى رياضي زملكاوي متعصب جدا، بدافع عن كيان نادي الزمالك. اعمل لايك وشير ومتابعة للصفحة. طبعا البديهيات، واللي متابع كورة بقاله كام سنة هيعرف ان مباراة الاهلي والزمالك ملهاش علاقة خالص بالتوقعات، او بمعنى اصح ملهاش علاقة بحالة الفريقين ولا المدير الفني ولا الجمهور، ولا ليها اي اسس علشان خاطر ان انت تتوقع نتيجة المباراة او تقول الاهلي هيفوز على الزمالك او الزمالك هيفوز على الاهلي. في اوقات كتير الزمالك بيكون متدمر نفسيا وبدنيا ومن غير سكواد ومن غير مدير فني وبيفوز على النادي الاهلي، وفي اوقات كتير النادي الاهلي بيكون الحالة الفنية بتاعته والبدنية مش احسن حاجة وبيفوز على نادي الزمالك وبيفوز بسكور كمان على نادي الزمالك. فمباراة الاهلي والزمالك ملهاش توقعات خالص، بس احنا في الحلقة بتاعت النهاردة هنطلع نتكلم على شوية حاجات كده ترجح نتيجة مباراة لفريق على حساب التاني. اولا هنبدأ بالنادي الاهلي. النادي الاهلي الموسم ده في حالة لا يحسد عليها، وطبعا الكلام ده انا اتكلمته في بداية الموسم في الصفقات اللي الاهلي جابها. قلت الاهلي جايب لعيبة اسامي تقيلة في الكورة بس مبطلين كورة، اللياقة البدنية بتاعتهم مش هتسمح لهم ان هم يجاروا فرق بتلعب كورة او بتجري في الملعب. النادي الاهلي كبيره هيغلب فرق بتخاف من النادي الاهلي بتلعب دفاع قدام النادي الاهلي، بس اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا لعيبه معديه ال 32 وال 33 ووصلت لل 35 سنه في اعمارهم، واللياقه البدنيه بتاعتهم مش هتكمل لل 90 دقيقه. فالنادي الاهلي هيقدم اسوأ موسم من اول ما بدا، حتى بمساعده الحكام هيقدم اسوأ موسم برضه. طبعا شفنا النادي الاهلي في المركز ال 15 من ترتيب جدول الدوري، وصل لحاليا في المركز الثامن. نادي الزمالك بقى اللي كانوا بيقولوا اسوأ موسم لنادي الزمالك هيكون الموسم الحالي، الزمالك متربع على جدول الدوري المصري. الزمالك بيأدي نتائج ايجابيه بالنسبه للظروف اللي مر بها نادي الزمالك الموسم الحالي والمواسم اللي فاتت. الزمالك معاه سكواد متوسط اعماره ممتازه بالنسبه للاعب كره القدم، ينقصهم الخبره وينقصهم الاستقرار وينقصهم بس توالي المباريات. معاهم مدير فني فاهم بيلعب على قد القماشه اللي معاه. نادي الزمالك ناقصه صفقات في بعض المراكز، ايوه مش هننكر الكلام ده، بس الزمالك معاه لعيبه في خط الامامي او في خط النص بتحاول ان هي ما تبينش الاخطاء في النص الدفاعي بتاع نادي الزمالك او في الثلث الدفاعي بتاع نادي الزمالك. شفنا تطور كبير في بعض اللعيبه من نادي الزمالك زي حارس المرمى محمد صبحي اللي بيقدم افضل المواسم بتاعته مع نادي الزمالك الموسم الحالي، سواء للتصديات بتاعته، الرد الفعل، لصناعه الاهداف، نقل الكوره لزمايله. محمد صبحي في المواسم اللي فاتت كان عنده كوارث وغلطات في حراسه المرمى ما يعملهاش ناشئ، ودايما الكوره كانت بتخرج من رجليه غلط. في خط الهجوم في شيكوبانزا وخوان الفينا وعدي الدباغ، الثلاثه دول ممتازين، امكانياتهم عاليه، مش مجرد لعيبه وخلاص جم نادي الزمالك. حاله جمهور نادي الزمالك مش مستقره بسبب اداء نادي الزمالك الموسم الحالي. الزمالك اي نعم متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بس بيقدم مباريات كويسه ومباريات مش في احسن حاجه، وده اللي اتكلمنا عليه وقلنا طبيعي جدا لان الزمالك ما عملش فتره اعداد وجايب الصفقات قبل بدايه الموسم الجديد او قبل انتهاء فتره القيد بساعات، ومدير فني نفس الكلام.
فما عملوش فترة اعداد، لسه اللعيبة ما انسجمتش مع بعض، لسه المدير الفني ما قدمش كل اللي عنده، لسه اللعيبة برضو ما قدمتش كل اللي عندها، لسه ما استقرش على تشكيل ثابت. فطبيعي ان الزمالك يقدم مباراة كويسة ويقدم مباراة مش في احسن حاجة. اما بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي مغير المدير الفني بتاعه، الجماهير بتاعت النادي الاهلي مش واثقه في اللعيبه بتاعتها، لان اللعيبه بتاعتها امكانياتها مش احسن حاجه. ده غير ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي متوسط اعمارهم كبير جدا جدا جدا. فهتكون مباراة صعبة على النادي الاهلي، خصوصا ان انت عندك جناحات سريعة في نادي الزمالك، ودي ما كناش بنشوفها السنين اللي فاتت في نادي الزمالك. ما بيكونش عندك جناح سريع ومهاري وبيصنع وبيسجل اهداف. الزمالك عنده مهاجم بيعرف يغلط الدفاع بتاع المنافس، بيعرف يضغط على الدفاع بتاع المنافس، بيعرف يوتر دفاع المنافس، بيعرف يطلع غلطات من دفاع المنافس. ده غير ان هو بيسجل اهداف، وبيعرف يغتنم اي فرصة تجيله علشان يسجل منها اهداف. وانا هنا بقصد عدي الدباغ. في الناحية التانية راس الحربة بتاع النادي الاهلي او المهاجم بتاع النادي الاهلي محمد شريف، لو المرمى مش فاضي قدامه ما بيسجلش اهداف، وعنده كوارث وغلطات في الهجوم او في الفينش بتاع الكوره. تريزيجيه طبعا حدث ولا حرج، تريزيجيه ما عندوش غير كوره واحده بس، لو في مدافع فهمه وقطع عليه خلاص شكرا. واحنا عندنا في الزمالك محمد اسماعيل اللي انا اتفاجئت حرفيا بمستواه. اللاعب ده خلال تولي المباراه مع نادي الزمالك هيكون افضل مدافع في افريقيا ومش في نادي الزمالك بس. وافتكروا الكلمه دي كويس علشان هنقولها في حلقات تانية ان شاء الله. بالنسبه لخط الدفاع بتاع النادي الاهلي عنده كوارث، بالنسبه لخط النص بتاع النادي الاهلي عنده كوارث، الهجوم بتاع النادي الاهلي ما عندوش اللياقه البدنيه اللي يجاري الشباب بتاعه نادي الزمالك. فتوقعات ان شاء الله الزمالك هيفوز على النادي الاهلي 2-0 او 3-1. دي توقعات نتيجة المباراة. وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة، مباراة الاهلي والزمالك ملهاش علاقة بأي فنيات ولا أي تكتيك ولا أي تحضيرات ولا أي حاجة خالص. هي مباراة استثنائية ونتمنى تحقيق النتيجة الإيجابية لنادي الزمالك. اكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم لنتيجة المباراة، واللي مش عامل متابعة للصفحة يعمل متابعة، وانتظرونا في حلقات تانية إن شاء الله.